اهلا بكم اعزائنا مشاهدي المصريه في كل مكان وحلقه جديده من نقطه فاصله. النهارده موضوعنا موضوع مختلف شويه عن الحلقتين اللي فاتوا. النهارده احنا هنتكلم عن الطاقه النوويه ومشروع المفاعل النووي والطاقه النوويه المصريه. المشروع ده مش مشروع جديد، رغم ان الكلام عنه ابتدى مؤخرا من عام 2006 لما أعيد انطلاق البرنامج النووي المصري للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء كجزء من مصادر الطاقة التي تحتاجها مصر في المستقبل. لكن مشروع الطاقة المصري مشروع قديم وموجود من سنة 1955. أيوة، سنة 1955. ومصر واحدة من أقدم الدول في المنظمة الدولية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي تم افتتاحها أو بدأت عضوية مصر في عام 1958. بيسعدني ان انا يكون معايا النهارده في حلقتنا لمناقشه هذا الموضوع، وطبعا ليكم الحق ان انتم تيجوا وتكلمونا على البرنامج وتناقشوا الموضوع ده معانا العالم المصري الاستاذ الدكتور محمد النشائي، استاذ الهندسه النوويه والطبيعه النظريه واستاذ الفيزياء النظريه بجامعه كامبريدج البريطانيه سابقا، والاستاذ الزائر بجامعه الاسكندريه. اهلا بك يا دكتور وسعداء بوجودك معنا. انا سعيد كمان. دكتور محمد، يعني ناس كتير ما تعرفش حاجة عن مشروع أو برنامج النووي المصري، رغم إن هو تاريخيا مشروع قديم. يعني من 55 كنا بنسمع عن الطاقة النووية هنا في مصر، وكان الكلام عنه كلام كبير جدا وكلام كتير جدا. كنت عاوز أعرف من حضرتك يعني في عجالة كده نبذة صغيرة عن مشروع الطاقة النووية المصري، وخصوصا ان حضرتك كنت واحد من الداعين لانطلاق هذا البرنامج. الحقيقه انا شاكر ان انا اكون هنا وسعيد جدا، لان في حاجات مهمه عايز اقولها بسرعه، فخليني زي ما بتقولوا اجيب من الاخر. انا هنا ليه الحقيقه؟ عشان على ضمانتي الشخصيه، بالاضافه على ضمانه كل العلماء اللي يفهموا في الموضوع ده فهم دقيق وعلى علم باهميه الطاقه النوويه كما انا اعلم، وحتى اكتر مني كتير، ان برجوكم نستمر في موضوع الطاقه النوويه. ارجوكم ان نبني المحطه دي وكل المشاريع الاخرى وده لا يعني ان احنا نهمل اي حاجه ثانيه. ده النهايه. انا قاعد هنا عشان اقنعكم بهذا الكلام اللي المفروض ان انا ما احتاجش بعد المده الطويله دي ان اقنع بيه اي حد. الحقيقه المفروض يكون ده تحصيل حاصل. لما بنتكلم احنا على الجامعه الجديده بتاعت جامعه النيل وهنكتتب فيها جامعه، احنا عندنا جامعات كتير. مشروع جامعه النيل ومشروع الزويل ده حاجه بسيطه جدا وغير هامه جدا بالنسبه للطاقه النوويه. اذا كنا هنكتتب عشان مشروع الدكتور زويل، وفي دلوقتي في المصري اليوم ناشرين حتى نمره الحساب اللي نبعت عليها فلوس الاكتتاب والمساعده من الوطنيين، طب ما نعملها لو في نقص في الميزانيه في عرضكم، خلينا نعملها للطاقه النوويه. وما نتكلمش ابدا ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه تمنعنا من هذا العمل، لان كل واحد مصري عارف احنا هنواجه كما يقول السيد الوزير. انا بأيد كلام الوزراء الموجودين حاليا في مجلس الوزراء. تمام. هيبقى عندنا ازمه في الكهرباء عما قريب. احنا ما شاء الله بلد فيها خصوبه عاليه جدا، وما اجمل هذه الخصوبه عشان عندنا الشباب زيك. لكن هيبقى عندنا ازمه في الكهرباء. احنا عندنا كهرباء مش من جبال الألب زي ايطاليا، مش من الاشياء المتعدده اللي دول اخرى عندها زي البترول والغاز بكميات شاسعه، وانما احنا عندنا من الخزان اللي هو السد العالي اللي عمله جمال عبد الناصر وحاربنا عشانه ودخلنا كذا حرب يمكن ما انتهوش لغايه دلوقتي. فده في النهايه اللي انا عايز اقوله على ضمانتي، وانا مسؤول برقبتي، وانت عارف الايام دي يعني طبعا اكيد. طيب ان ارجوكم تدخلوا في هذا المشروع. تمام. دكتور محمد، يعني التفكير في المشروع ده ابتدى من الخمسينات. السيد الرئيس جمال عبد الناصر، من ايام سياده الرئيس جمال عبد الناصر، وبالفعل ابتدى ياخد خطوات، وعندنا اللي هو ما يسمى بمفاعل انشاص. ده مفاعل بحثي. مفاعل بحثي. عاوزين بقى نوضح النقطه دي، لان في ناس كتيره جدا تقول لك طب ما احنا عندنا مفاعل انشاص، احنا عاوزين مفاعل تاني ليه؟ طبعا. وعشان كده برضه في الموضوع ده بالذات ما يكونش فيه ديمقراطيه. انا احب الديمقراطيه. انا مولود في مصر صحيح، بس متربي في المانيا وانا عندي 12 سنه. لكن الحقيقه في الموضوع ده خليها ديكتاتوريه العلم.
يعني اللي يعرف يتكلم واللي ما يعرفش يترك ما الموضوع. هو ده المفروض. على ده فكره المفروض. كمان خصوصا قبل ما حد، انا لم اتقلد اي وظيفه لها علاقه باي حاجه في مصر. طول عمري موظف في الخارج. لما بشتغل هنا في مصر حتى مستشار هاني هلال ومستشار الوزراء كلهم في العلوم انا بدون مقابل. انا المستشار الوحيد بدون مقابل، واصمم على ذلك عشان تفضل ليا حريه التعبير بكل ما هي ممكن تجيب لي من كوارث. الحاجه الثانيه ان انا مش في اي منظمه بتساعد الطاقه الشمسيه او الطاقات الجديده والمتجدده ولا الطاقه الذريه. انا بتكلم بطريقه محايده 100%. الموضوع ان الطاقه الذريه دي ابتدينا فيها ايام السيد الرئيس جمال عبد الناصر، وخلينا نكون بقى بصراحه وبدون اي خجل. هذا حاجز وهمي. واللي وهمي ايه؟ ليه؟ بين التطبيق السلمي والتطبيق الحربي. تمام. مفيش حاجه اسمها واحد يعرف يعمل مفاعل ما يقدرش يعمل قنبله ذريه عنده وزن، بالعكس ده المفاعل اصعب كتير من عمل قنبله ذريه. عشان كده ده حاجز وهمي ومسمار ضحى. السيد الرئيس السادات كان عنده بعد النظر الله يرحمه، ومضى اتفاقيه جائره انت بتقولها بمنتهى الاحترام لانك انت موظف في الدوله. المنظمه الدوليه للطاقه النوويه في فيينا. تمام. انا بقى حر وعايش في المانيا وانجلترا وفيينا وعندي بيت على الحدود النمساويه. الطاقه الهيئه العالميه للنفاق النووي ناس يحق لهم يعملوا اللي هم عايزينه مفيش اي كلام، واحنا يا دوبك نتحرك في اي اتجاه تبقى اشكال. لو الاصوات والله دي يعني بتزعجني لو الاصوات موجوده. فالحقيقه السؤال ان المفاعل البحثي ده جابه جمال عبد الناصر من روسيا زمان في انشاص، فلا يكفي كلمه مفاعل انشاص، ده المفاعل البحثي اللي في انشاص اللي جبناه من روسيا، وده بيعمل اعتقد حتى اليوم. وطبعا زملائي في الهيئه هيئه الطاقه الذريه الحقيقيه مش للنفاق النووي وانما اللي هي الطاقه الذريه المصريه في مدينه نصر. مدينه نصر في مدينه نصر في حي الزهور او شارع الزهور معروف مجرم. ايوه. واعظم العلماء كلهم اساتذتي اللي هناك انا اتعلم منهم يعني. الناس دول جابوا لهم المفاعل الروسي وما زال حتى الان يعمل. بعد كده جاء مفاعل ابحاث اخر من الارجنتين، ده فيه مشاكل كثيره ليومنا هذا، في مشاكل لان الحقيقه الارجنتين مش متقدمه زي روسيا مثلا، لا مالهاش احنا علاقه كنا متقدمين عنهم بزمان، احنا تاخرنا بس في المده الاخرانيه. لكن الكلام اللي بنقوله ده كان لازم نقوله من 25 سنه، بس حضرتك ما كنتش لسه اتولدت وانا كنت شاب ثورجي لسه. فالحقيقه يعني حزين جدا ان احنا لسه بنناقش الموضوع ده بدل ما نكون عندنا مش مفاعل واحد في الضبعه، حطوه حتى في وسط دمشق. ما هو ده في فرنسا المفاعلات موجوده حيثما السكان موجودين. المهم نبني مش مفاعل واحد، اثنين وثلاثه واربعه زي ما قلت. هذه هي المشاريع الاولى بالاكتتاب فيها من المواطنين، وانا شخصيا متبرع ب$1,000,000 لو بنوا هذا الموضوع من جيب الخارج. دكتور محمد، يعني حضرتك خلتني يعني فتحت لي صراحه مواضيع كتير واسئله كتير عاوزين ناخدها بالترتيب واحد ورا الثاني. حضرتك قلت ان مفاعل انشاص ده مفاعل بحثي مش مفاعل طاقه، وحضرتك وضحت الفرق. بصراحه ان مفاعل انشاص من ايام جمال عبد الناصر، و يعني تطوراته والتطوير بتاعه من الارجنتين، المفاعل الثاني اللي جه من الارجنتين. هنا الحاجز الوهمي اللي موجود ما بين مفاعل طاقه او مفاعل للاغراض السلميه والقنبله الذريه او الاغراض الغير سلميه او الاغراض الحربيه. ازاي احنا كبلد ناميه نفرق للعالم، مش لينا احنا، للعالم، ان احنا محتاجين مفاعل نووي للاغراض السلميه مش هنعمله للاغراض الحربيه؟ هم عارفين كده كويس، والسيد الرئيس الله يرحمه السادات عارف عقليتهم، فهو قال انا همضي لهم المعاهده الجائره اللي هم يقولوا هنمضيها عشان نعمل بقى 8 محطات. فالحقيقه احنا زي اللي راح يشتري عربيه ودفع مش العربون، دفع الثمن كله وما خدش العربيه لان مضينا المعاهده. تمام.
وما عملناش حاجه لغايه دلوقتي. وده من ايام السادات. الحقيقه السيد الرئيس السابق حسني مبارك لما جه بعد اغتيال السيد رئيس السادات مرحوم السادات كان هيمشي في الطريق ده، وبعدين حصلت الحجه الازليه اللي هي الحادثه بتاعت تشيرنوبل في اوكرانيا. بس للعلم اوكرانيا مش الاتحاد السوفيتي بس، هي كانت الاتحاد السوفيتي شايفين ان هم عندهم مصانع الحداد تاريخيا منذ الازل ما بين الروس والاوكرانيين. فدي يعني بنت الاب ولا بيسموها ايه، مرات الام ولا مش عارف التعبير المصري. فالحقيقه المفاعل ده كان مفاعل قديم جدا والمفروض يقفل ومهمل، زي المفاعل برضو بتاع اليابان اللي كان المفروض الطاقه الذريه في اليابان تفتش عليه وتقفله وما قفلوهوش. لكن اللي حصل ان الاتحاد السوفيتي كان في قمه التنافس والتنازع في الحرب البارده مع الولايات المتحده، فدي كانت فتره جميله الولايات المتحده ان تسود عيشه ايه؟ سمعه الاتحاد السوفيتي بسبب الحادثه دي، فكبرتها جدا. لكن انا عايز اوري الساده المشاهدين دي المجله بتاعت الجمعيه الملكيه للفيزياء، واللوحه هنا لو تركز الكاميرا عليها هنلاقي ان اوكرانيا النهارده دي 2010 المجله دي اللي انا عضو فيها في المؤسسه البريطانيه للطبيعه، ان اوكرانيا 50% من الطاقه بتاعتها لسه من الطاقه الذريه، يعني زي ما يقولوا ضربوا السايب او ضربوا المربوط عشان يخاف السايب. لكن الحقيقه مش هنخاف، لان احنا دلوقتي عارفين ده مستقبلنا. طيب مش ممكن نسمح بان احنا نخاف تاني. دكتور محمد، يعني خليني ننقل على نقطه مهمه جدا لينا كدوله ناميه، بس خليني اخد دكتور حمدي عبد العظيم على التليفون، استاذ الاقتصاد وعضو مجلس اداره جمعيه الاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع والرئيس السابق لاكاديميه السادات للعلوم الاداريه، ونساله في النقطه الاقتصاديه ونرجع لحضرتك في موضوع تاثير الاقتصاد عليه. دكتور حمدي معلش سيبناك على التليفون شويه بس. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. دكتور حمدي، يعني دكتور نشائي قال ان احنا محتاجين الطاقه النوويه دلوقتي تولد لنا طاقه كهرباء، لان الكهرباء بتاعتنا هتخلص مع الوقت، لان احنا ما عندناش الموارد الاخرى لتوليد طاقه كهربائيه في مصر. غير كده العائد الاقتصادي للمشروع النووي المصري هيبقى عامل ازاي؟ يعني الفايده الاقتصاديه لمصر هتبقى عامله ازاي؟ وحضرتك استاذ اقتصاد. لا شك انها ستكون فوائد ايجابيه كثيره ومتعدده، لان الطاقه الكهربائيه طالما ان عندنا يعني قدره محدوده بالنسبه لتوليد الكهرباء من المصادر المائيه والمصادر الاخرى معظمها عالي التكلفه، ولكن المفاعل النووي تكلفته في البدايه فقط هي التي تكون مرتفعه، اما بعد ذلك تكاليف التشغيل ستكون منخفضه، وبالتالي ستكون هناك تكلفة مناسبة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المتعددة. هذا بيتيح لنا التوسع في الأنشطة الصناعية، التوسع في الأنشطة الزراعية التي تعتمد على الطاقة، أيضا كل ما نحتاجه في حياتنا بالنسبة لاستخدامات الطاقة في المجالات المتعددة، في الطب، في الهندسة، في حتى الحياة اليومية في المنازل بالنسبة لأجهزة الكهرباء إلى آخره. كلها طبعا ستكون متوفرة بمعدلات تتناسب مع معدل زيادة السكان، فكلما زاد معدل زيادة السكان زادت الحاجة إلى استهلاك الطاقة الكهربائية، وزادت الأنشطة الاقتصادية، وزادت أيضا الحاجة إلى مصادر متعددة لتوفير هذه الطاقة، وبالتالي لا يجب أن نعول على التكلفة الرأسمالية العالية التي نتحملها في بداية إنشاء المحطات، ولكن بعد ذلك سيكون هناك تكلفة للتشغيل الجارية مناسبة، وبالتالي يمكن أن تحقق تكلفة وعائد مناسب جدا، يعني معدل العائد إلى التكلفة سيكون مرتفع نعم، وبالتالي هذا طبعا سيصب في مصلحة زيادة الدخل القومي، زيادة قدرتنا التنافسية، زيادة قدرتنا على الإنتاج من أجل التصدير، على أيضا التعاون الإقليمي مع الدول الأخرى في مجال الطاقة.
طيب دكتور حمدي، يعني في نقطة مهمة جدا في التكلفة الأساسية اللي هي تكلفة البناء المفاعل نفسه. نعم. في ناس بتقول ان مصر هي المفروض ان احنا نمول بناء المفاعل من عندنا، من مواردنا احنا الخاصة كبلد، ما نسمحش لأي دولة خارجية او لأي جهة خارجية استثمارية انها تدخل معانا في هذا البناء او في هذا التمويل. وفي ناس تانية بتقول لا، احنا محتاجين التمويل الخارجي ونستخدمه كنوع من انواع الاستثمارات في هذا الموضوع. رأي حضرتك في النقطتين دول؟ والله طبعا هو استخدامات الخبرة الأجنبية مطلوبة بالنسبة لمجال المفاعلات النووية، والشركات الأجنبية التي تنفذ هي بتبقى مسؤولة عن تنفيذ المكون الأجنبي، لأن أي استثمار فيه مكون محلي وفيه مكون أجنبي. فالمكون الأجنبي بيعتمد على النو هاو وعلى الخبرة وعلى التكنولوجيا وعلى القدرات العلمية، ربما كثير منها لا يكون متوفر لدينا في مصر، وبالتالي بنحتاج إلى هذا الشريك الأجنبي في مرحلة الإنشاء فقط من أجل أن نحصل على هذه الخبرة الأجنبية والتمويل أيضا الأجنبي، لأن إحنا لا نستطيع أن نمول أشياء أجنبية بعملة مصرية، والعملة الأجنبية الموجودة لدينا من حصيلة الصادرات قليلة جدا بالنسبة لمدفوعات الواردات. فعندي مدفوعات واردات عبارة عن 4 أمثال على الأقل قيمة المتحصلات من الصادرات. إذا البديل هنا لابد أن يكون المكون الأجنبي بمعرفة تمويل أجنبي، وبالتمويل الأجنبي بضوابط مصرية وتحت الإشراف المصري الخالص، ودون تدخل في أي إرادة سياسية أو في أي استخدامات أو في أي أشياء تأتي بعد ذلك في مرحلة التشغيل. فهنا طبعا بنجد أنه الدافع الوطني هو الذي يحكمنا في هذه المرحلة، وكذلك بالنسبة للمكون ده المحلي لا مانع أن تشارك فيه بنوك مصرية، لا مانع أن يشارك فيه مستثمرين مصريين، لا مانع أن يشارك فيه صناديق استثمار أو تمويل أو تأمين أو غيرها من التي يمكن أن تستثمر أموالها في هذا المشروع الضخم العملاق. دكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، شكرا ليك يا فندم. انا هرجع لحضرتك طبعا تعلق دلوقتي دكتور محمد آير. من كتر ما انا مبسوط بالكلام اللي قاله الدكتور، انا لقد اسلج صدري تمام يعني، واؤيد كل كلمه قالها، وارجو بقى ان يكون ده كفايه. طيب ده هيخليني اسال حضرتك، لان بعد الاحداث الاخيره في مصر وثوره 25 يناير كان قبلها كان في اعداد من وزاره الكهرباء لاعداد للمناقصه العالميه اللي شاركت فيها مجموعه من الشركات، منها بعض الشركات الكبرى في عالم الطاقه النوويه. اتأجلت طبعا المناقصه دي للاحداث اللي جرت في مصر، واعاده تأجيلها تم اعاده تأجيلها في الفتره الاخيره لحين الاستقرار السياسي داخل مصر. من وجهه نظر حضرتك ده يأثر على المشروع النووي او مشروع الطاقه النوويه المصري؟ هذا التأجيل يأثر، خصوصا ان بعض الشركات الكبرى كان عندها استعداد كامل انها تستثمر وتبني هذا المفاعل في الوقت الحالي، ممكن يخليهم يتراجعوا مع الاحداث السياسيه، ولا الاحداث السياسيه هي اللي هتشجعهم ان هم يقدموا على مثل هذه الخطوات؟ هناك اشياء ايجابيه عديده حدثت في مصر لا شك. النقاش بهذا الصراحه في هذا الموضوع ما كنتش متوقعه، وانا سعيد ان انت تركت لي هذه المساحه، وده تلفزيون حكومه. الحقيقه انا سعيد، وده بيشجع الناس، يعني الناس اللي في الخارج اللي يعرفوا عربي زينا، يعني على فكره كتير قوي طبعا بيتكلموا عربي دلوقتي وغيره، دول لما يشوفوا هذا البرنامج هيعرفوا ان مصر حصل فيها تغير الى الاحسن. لان انا بقول الكلام ده، والاقتصاد العظيم اللي بيقول الكلام ده. للاسف احنا تاخرنا لدرجه ان احنا محتاجين ان احنا يعني مشاركه كامله. تعرف لو كنا ابتدينا زمان كان زماننا دلوقتي عملناه بنفسنا وباقل يعني تكلفه ممكنه وباقل مساهمه ممكنه من الخارج. مصر لا تتخيل انت عدد العلماء اللي انتجتهم مصر دلوقتي. ما تقوليش اللي عايشين في الخارج العظماء، لا، انا بتكلم على العظماء الموجودين في مصر وما طلعوش من مصر، وانما لا يعطوا المقدره من الاحترام والتعضيد والثقه في مقدرتهم العظيمه العلميه. ويقول لك ما عندناش كوادر، عندنا
لا حد لهم، ولم يتركوا مصر الى هذه اللحظه، وانما يمكن دلوقتي بقى لو ما عملناش هيتركوا مصر، لان ما يعني يبقاش فيه سبب للتواجد. ما عادش اي سبب الحقيقه. بدون شك ان الفرصه موجوده. وبعدين ما تنساش حاجه، احنا لما بنروح نشتري بوينج، هو احنا عملنا بوينج؟ يعني الطياره الكبيره بوينج دي ما هي بتيجي بنشتريها من الخارج، بس من شراها بنتعلم صيانتها، بنعلم قيادتها، بنتعلم، بنحكيها، عندنا حاجات بندرسها، تبقى في امكانيه ثانيه خالص، مش كده؟ طبعا برضه لما هنشتري محطه بالشكل ده، حتى لو كانت ترنكي، يعني لو كانت هي المحطه بتجيلنا كده مغلفه، برضه وانت بس هنتعلم عليها. تشغل خلونا نبتدي باي طريقه، الزرار زي ما بيقولوا. وعلى فكره كان ممكن في وقت من الاوقات وما زال ان احنا نساهم مساهمه كبيره جدا في بناء مثل هذه المحطه، وفي افكار عند علماء موجودين في مصر هنا، يعني الحقيقه سريه مش عايزين نتكلم فيها، ممكن احنا نساهم مساهمات غير تافهه خالص في تقدم هذا العلم في العالم كله. أكيد. طيب دكتور محمد، يعني دكتور حمدي فتح برضو مواضيع كتير بالنسبه للموضوع اللي هو الاقتصادي. اتكلم على مواضيع كتيره جدا، منها تاثير الطاقه على الاقتصاد القومي من صناعه وانتاج وحاجات تانية كتير احنا محتاجينها وبنستخدم الطاقه فيها بصوره كبيره جدا. حضرتك قلت احنا مش عاوزين مفاعل نووي واحد، احنا عاوزين مجموعه مفاعلات، هي دي المستقبل للطاقه في مصر. العائد الاقتصادي على مصر من وجهه نظر حضرتك في المستقبل انت شايفه هيبقى عامل ازاي؟ هل مصر هتبقى دوله تعتمد على الطاقه النوويه فقط في الفتره اللي جايه لو بقى عندنا مجموعه من المفاعلات زي اليابان مثلا، ولا احنا هنعتمد على الطاقه النوويه ولازم نعتمد على انواع اخرى من الطاقه في نفس الوقت؟ المثل الانجليزي بيقول don't put all your eggs in one basket، ما تحطش كل البيض في سله واحده. ما فيش دوله في العالم ابدا من السذاجه، ما فيش عالم من السذاجه لما بيتكلم عن الطاقه النوويه انه مش فاهم ان في اي لحظه ممكن الوضع يتغير، بس انا ما اعرفش اللحظه تيجي امتى. بس متوقع ممكن كمان سنه، ممكن كمان 20 سنه، ممكن ما تجيش خالص. الطاقه الشمسيه دي لها مستقبل كبير جدا طبعا، بس ما يقدرش يحل لي مشكلتي دلوقتي. الطاقه الرياح مستقبلها لا بأس به، بعض الدول الأوروبية بدأت تستخدمها. بعض الدول الأوروبية عقد نفسية. أنت عندك حتى مثال يعني واضح جدا، بلدين قريبين مع بعض بيتكلموا لغات مختلفتين لكن هم تقريبا نفس البلد، فرنسا وألمانيا وش بعض كده. ألمانيا مش عايزة إلا 17% وعايزين إيه يخلصوا منها، لأسباب سياسية. دولة غنية جدا وعندها عقد نفسية من الحرب الأولى والثانية والثالثه اللي ما حصلتش، وكان ممكن تحصل على اراضي المانيا بالقنابل الذريه. ثانيه اسمها فرنسا 75% من طاقتها جايه من الطاقه النوويه وهي مزدحمه جدا. يبقى هي فيها حاجات بوليتيك وحاجات ان ميركل سيده عظيم استشاره المانيا دي عالمه في الكوانتم كيمستري، يعني تفهم في كل حاجه، ومع ذلك دلوقتي عايزه عشان يعاد انتخابها انها تنسحب من عمليه الايه؟ الطاقه النوويه عشان ترضي الناخب. احنا ما عندناش احنا هذا الطرف. انا ما اقدرش اقول للناخب والله على كيفك، انا بقول لك مصر محتاجه للطاقه النوويه، هتغير وجه مصر مده بسيطه بالاكيد. لما الطاقه الشمسيه ولما طاقه الرياح تتقدم هنعيد التفكير من اول وجديد، ما خسرناش حاجه. لو كان مشروع السيد السادات ما توقفش نتيجه الخطا من تقرير اتكتب في جامعه محترمه جدا في مصر من استاذ محترم ولكنه لم يكن يعي ما يقول، وخلى شرنوبل تبقى الحجه اللي اخروا مصر 20 سنه. الحقيقه باي طريقه ارجوكم على مسؤوليتي الخاصه مره ثانيه ما تقعوش في نفس الفخ بكلمه الخوف. خايفين من الاشعاع وخايفين من احسن حاجه عشان الانسان ما يكونش خايف من الموت انه ما يتولدش. دي تبقى طريقه مضمونه 100%. ما حدش يقدر يعمل كده. تمام. طيب دكتور محمد، يعني نقطه الخوف لانها نقطه اساسيه ومهمه جدا. يعني دلوقتي احنا العالم كله مش بس الشعب المصري، العالم كله زي ما بيقولوا بيخاف من اللي بيحصل بره. يعني دايما بيبص على من الشباك يشوف ايه اللي بيحصل جنبه او حواليه ويقول لك لا انا خايف من الحاجه دي، انا مش عاوز الحاجه دي، انا كده.
كل الناس شافت تشيرنوبل واللي حصل في تشيرنوبل وقالت لا احنا مش عاوزين طاقه نوويه. دلوقتي نفس الحكايه، كل الناس شافت اللي حصل في اليابان بعد التسونامي، وناس كتير تقول لك لا احنا مش محتاجين طاقه نوويه. تقول لهم ايه؟ دي سهله جدا. جبت السؤال المهم. انا اخويا عمرو النشائي هو رئيس الزلازل بتاعت امريكا كلها، وعارفين احنا على تاثير الحاجات دي على المحطات النوويه. احب اقول طيب طب حضرتك يا دكتور اسمح لي احب اقول نقطه مهمه جدا، ان المفاعل الياباني كان لازم يغلق من 10 سنين ومبني بطرق عقيمه قديمه، والحقيقه دي هيئه النظام النووي في فيينا هي اللي كانت لازم تشرف عليه وتقدر ما عملوش شغل، كانوا مليين في مشاكل اخرى زي العراق وايران. ما كانش حد متوقع ان التسونامي تحصل. بعدين يا جماعه الزلازل اللي حصلت عندنا في مصر كلها، وده ضمان على اخويا الصغير يعني اللي هو تلميذي عمرو النشائي، دي ما تهدش اي بيت الا البيوت اللي اتهدت هنا في الزلزال. ده زلزال ضعيف جدا. اليابان موجوده في منطقه يعني على حزام زرق فيها مش حزام واحد، معقوله مش بتحصل عندنا. التسونامي اللي بيحصل في البحر في المحيط الهادي ده اكبر محيط في الدنيا، اكبر من المحيط الهندي والمحيط الاطلسي. التسونامي حاجه 10 15 متر، ده حاجه فظيعه جدا عمرها ما حصلت في البحر الاحمر والبحر الابيض. احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على تخويف مش خوف. ده عمليه ترهيب. اوهام. الموضوع ده على ضمانتي انا نقدر مش هروح. لا على ضمانتي اؤكد لكم ان الموضوع ده السيفتي بتاعته او الامان فيه اكتر من العادم بتاع العربيات في الزمالك اللي عماني من دكتور محمد معانا اتصال من دكتور مهندس محمد حلمي هلال، الامين العام للجمعيه العربيه للكهرباء واحد الخبراء العالمين بالطاقه في مصر. هنساله برضو على موضوع توليد الكهرباء من الطاقه النوويه. دكتور مهندس محمد، الو. الو، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا دكتور مشاي. اهلا دكتور محمد، يعني مصر في الفتره الاخيره تعرضت لنقص حاد في الكهرباء في اماكن كتير، وفي نوع من انواع التحذير ان مع الزياده السكانيه ممكن الكهرباء اللي موجوده او توليد الكهرباء من السد العالي ما يكفيش مصر في الفترات القادمه. رأي حضرتك في الموضوع ده، هل ده حاجه صحيحه ولا الكلام ده لسه بعيد عليه او لسه بدري عليه؟ هو طبعا كلام صحيح، بس يعني السد العالي النهارده المحطات المائيه لا تولد اكثر من 9% من الكهرباء المستهلكه في مصر. معدل الاستهلاك بتاعنا بيتزايد بمعدل ثابت، يعني خلال عادة السنه الماضيه كان في 7.2%، السنه الماضيه قفز الى 10.5%. استهلاك شديد جدا. للاسف يعني وزاره الصناعه المصريه مسؤوليه مباشره نتيجه انها يعني لا تضع ضوابط على الاجهزه التي يتم استيرادها انها تكون اجهزه كفء في استهلاكها للكهرباء. الترند بتاعنا احنا طالعين بنستهلك 7-8% كل سنه زياده في الاستهلاك. 85% من محطاتنا هي محطات حراريه تعتمد على الغاز او الوقود الاحفوري اللي هو الغاز. وهو احتياجاتنا بس عشان نبقى عارفين ان في خلال سنه 2022 2025 جميع احتياطاتنا من البترول هتنتهي. وفاتورتنا في هذه المده يعني بعد نفاذ احتياطات البترول المصري هتبقى ما بين 70 ل 90 مليار دولار. لازم نبقى عارفين الارقام دي وعارفين هنتعامل معاها ازاي. طيب دكتور محمد، يعني ده حضرتك كده انت بتاكد نقطه خطوره ان احنا بنستخدم طاقه غير متجدده في توليد طاقه كهربائيه، وده معناه ان احنا الفاتوره بتاعتنا زي ما حضرتك قلت هتزيد بصوره كبيره جدا في فتره وجيزه جدا. هنا مشروع الطاقه النوويه هل هو مشروع احنا محتاجينه في الوقت الحالي؟ يعني زي ما بيقولوا يا اما دلوقتي يا اما مش هنلحق نعمل اي حاجه تاني؟ هو هقول لحضرتك بالنسبه للطاقه، يعني احنا في سنه 2011 في خلال الثلاث شهور الجايين سنواجه نقص شديد في الطاقه. وزاره الكهرباء عملت بعض الاحتياطيات ونرجو انها تكون كفايه. السنه الجايه 2012 عندنا مشكله برضه لحد دخول بعض المحطات 2013 14 هتبقى كل خير، ولكن استهلاكنا بيزيد.
نحن تاخرنا فترات طويله في موضوع الطاقه النوويه، كان المفروض نبتدي من 25 سنه فاتت. زي دكتور هناك حسام. مستجدات على الساحه. انا فاكر. لا نستطيع ان ندخل ان هناك تقنيات حديثه. في تقنيه جديده في الطاقه الشمسيه اسمها المولتن سول، وهذه التقنيه ترشح مصر ان تكون دوله مصدره للطاقه. المانيا يعني حاطه مشروع كبير. يكفي ان نعلم ان مساحه 5000 متر مكعب مربع قرب بحيره ناصر تعادل جميع البترول المولد من الابار في المنطقه العربيه ككل. هذه التقنيه كاليفورنيا النهارده ابتدت تعمل محطات بتوصل 2500 ميجا بالمولتن سول تكنولوجي. اسبانيا متطوره جدا في التكنولوجي ديت. انا مع دكتور المسائي ان احنا في الشورت تيرم ما عندناش، لازم طبعا ننوع مصادر الطاقه. طبعا هنضطر اسفين، وبقول اسفين وتحتيها 3 خطوط، ان احنا ندخل في الطاقه النوويه اللي ما عندناش الموارد البشريه اللي تقدر تدير المنظومه دي اداره جيده. يعني عندنا علماء ما نقدرش ننكر، ولكن احنا ما بنعتمدش على علماء في اداره المنظومه، بنعتمد على فنيين. على فنيين للاداره للتشغيل. طبعا انت ما ننكرش ان خلال ال 30 سنه اللي فاتت تمام. نحن تم افراغنا تماما من الكوادر البشريه الجيده. طيب ودي مشكله لازم نحطها في الحسبان. دكتور محمد، يعني معلش عشان الوقت برضو بشكر حضرتك جدا. دكتور مهندس محمد حلمي هلال، شكرا ليك يا فندم وسعداء بالكلام ده. دكتور النشائي هنعقب عليه، بس انا معايا بس تليفون من فنلندا. مهندس محمد بقاله فتره، فما نسيبوش على يعني على التليفون كتير لان فنلندا برضو، وبعد كده نعقب على كنت فاكر انا عندي 70. لا هفكر حضرتك. مهندس محمد، الو مهندس محمد. الو يا باشمهندس. الو. مع الاسف الخط قطع. طب نعقب على دكتور محمد. عجبني جدا الكلام. انا في منتهى السعاده، انا ما كنتش متوقع، انا جاي فاكر هتبقى خناقه. لا الحقيقه مبسوط جدا. يعني الاقتصادي، الراجل النظري، انا عالم نظري اساسا رغم اني مهندس، والراجل اللي هو العملي اللي عايش في الموضوع نفسه يتحدوا. طبعا اختلفنا في ديتيل، يعني اختلفنا في التفاصيل، لكن ما يهمش، المهم الخط واضح. انا فلاح، يعني سيبك ان انا عايش في المانيا طول عمري، لكن انا فلاح، والفلاح يحب الامان. انا احب الامان قوي. خلينا اامن حالي وبعدين ابص للمستقبل. وهعمل اوعدكم هننظر في الطاقه الشمسيه. انا اصحابي في السعوديه ياما اشتغلوا في الطاقه الشمسيه على الرغم ان عندهم كل البترول ده. لا، ودكتور محمد نفسه قال ان في حاجات متقدمه، تطورات كتيره في الطاقه الشمسيه ممكن تخلي مصر تبقى دوله مصدره. يعني كمان من المواد، من الزراعه، من المحاصيل بيعملوا في اسمها ايه دي في البرازيل. بقت جزء كبير من انتاج البرازيل للبترول المحلي هو بايو فيول، والبرازيل سبقوا حتى امريكا في كل الاشياء دي. هننظر فيها في الوقت الحالي، محتاجين بسرعه. ما تنساش بقى الحاجه المهمه اللي اتقالت واللي انا قلتها بصراحه وهتعاقب عليها. ما هي مش مجرد حاجه. الطاقه النوويه بتستخدم في الدفاع ايضا، وهذا النفاق النووي الموجود حاليا اذا عم دول في حجم تشاد واصغر هتسلح نفسها نوويا، وفي الحاله دي ابقى انا واقف من غير حاجه، ما اعرفش حاجه. احنا محتاجين ندخل العصر النووي اللي السيد الرئيس جمال عبد الناصر، الراجل كان عنده 30 سنه، يعني من ولادي النهارده. ايه العبقريه دي انه كان عارف هذا الموضوع، هذا الضابط. طيب دكتور محمد، اسمح لي ناخد استاذ صبري من القاهره سريعا، ونرجع لنقطه مهمه جدا عن الطاقه النوويه ومدى تعقيدها كعلم هنتكلم عليها. استاذ صبري، يا ريت سريعا في 30 ثانيه عشان وقت البرنامج. اتفضل يا استاذ صبري. السلام عليكم وبرحب بالدكتور النشائي. انا صبري الالفي من كفر الشيخ، ولي ابحاث في مجال الطاقه المتجدده، وعندي اختراع في مجال الطاقه المتجدده، ولابد ان انا اقابل الدكتور النشائي. وبالشكل دوت ممكن ان احنا نستغنى عن الطاقه النوويه واي مصدر اخر من مصادر الطاقه. تمام. طيب شكرا ليك يا استاذ صبري، ده يسعدني جدا. يعني يا ريت برضه تسيب نمرتك عندنا في الكنترول، واحنا هنحاول نتصل بيك بعد كده. دكتور نشائي، يعني ناس كتير
جزء من انواع بقى ايه، يعني لو خلصنا من موضوع الترهيب بعد تشيرنوبل واحداث اللي حصلت في اليابان بعد تسونامي اخيرا، ناس دخلت في موضوع تاني ان العلم النووي او الطاقه النوويه علم معقد جدا، وعلشان نبني مفاعل نووي احنا محتاجين يعني علماء عندهم خبره كبيره في بناء المفاعلات، ومحتاجين عماله لتشغيل هذا المفاعل. وده الكلام اللي قاله برضو الدكتور محمد من شويه، ان احنا محتاجين عماله لاداره هذا المفاعل او لتشغيل هذا المفاعل لو بني. شوف، اقسم بالله تعالى انا راجل مؤمن يعني انك لو الشعب المصري كله ما يعرفش يعني ايه طاقه نوويه ومش عارفين يشغل المحطات دول، اديني بس الميزانيه الصغيره اللي هطلبها وانا في ظرف 6 اشهر هعمل لك كل اللي انت عايزه، العلماء اللي يفهموا فيها والستاف اللي هو محتاج التدريب والتكنيشن وكده. اولا الحاجات دي بتورد تقريبا مع التشغيل. ده جيمس دين، تعرف جيمس دين؟ ما كنتش انت اتولدت ولا والدك كان اتولد، بس انا كنت مولود. جيمس دين لما اشترى العربيه البورشه بتاعته في هذا الوقت ومات فيها في الحادث الاليم، كانوا باعتين له من المانيا المشغل للعربيه يوريه ازاي تركب العربيه، يبدو انه كان بيشغل واحد. دي الحاجات دي حتى الطيارات الجديده ما بتيجي بالاصطاف بتاعها. يا جماعه هو انا عشان اولع النور لازم اكون مهندس كهرباء؟ بتكحل بتاعه لما بيبقوا المواضيع دي كلها وهميه. احنا عندنا هذه الامكانيات ومن السهل عايز اقول لك حاجه كمان، انا راجل معتد بنفسي جدا، لكن اقسم لك ان كلهم لما انا كنت في مصر كانوا اشطر مني. انا بقيت فالح بس لما عشت بره ما كانوش اشطر مني. المصريين دول حقيقه ذكاء غير معقول، البعد عنهم غنيمه، بحيث ان الواحد يروح يشتغل بره ينجح، يجي عندكم هنا يلاقي 500 واحد بنفسه. فالحقيقه لا، انا بقدر زملائي بشكل اكتر ما اقدر نفسي، ومتاكد انهم عندهم القدره. انت عارف حصنه السبق لما يكون قبل السبق حاطينها ومكتفينها عشان ما تجريش. العلماء المصريين والشباب المصري اللي موجود في الطاقه الذريه، موجود في جامعه القاهره، وموجود في جامعه الزقازيق، وموجود في اسيوط، زي الحصنه دول عايزين يجروا، سيبوهم بقى يجروا. تمام. طيب دكتور نجاي، اسمح لي ناخد استاذ ممدوح من القاهره عاوز يعمل مداخله. استاذ ممدوح في 30 ثانيه يا ريت مداخله حضرتك. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ. برحب بالدكتور النشائي، الراجل العالم الفذ يعني. شكرا. وطبعا هو غني عن التعريف. ومع حضرتك ممدوح الشربيني، مدير عام باداره تفتيش المعادي وخبير فيزياء. اتفضل. انا عارف انه عندنا طبعا كوادر كتير في الطاقه الشمسيه، في الطاقه النوويه في انشاط، وعندنا جامعه اسكندريه طبعا شغاله اكيد من زمان يمكن القسم الوحيد هو اللي كان في اسكندريه طبعا. ووجود المكان اللي هو الضبعه طبعا قريب من البحر، يبقى التبريد هيكون ان شاء الله متوفر. والكوادر عندنا يعني ليه النظام القديم اللي ماشي كان بيحارب عشان ياخدوا الارض يعملوها منتجعات والمواويل دي كلها. ليه ما بنبداش احنا نعمل سرعه يعني في انجاز حاجه زي دي؟ تمام. استاذ ممدوح شكرا ليك. السرعه، انا اؤكد ان كلامه صح. انا نسيت كمان جامعه اسكندريه، انا الحقيقه ليا الشرف ان انا في قسم الطبيعه استاذ زائر مستمر او استاذ مش عارف اسمه متفرغ غير متفرغ، مش عارف الكلام ده. لكن طبعا الدكتور زين العابدين ده بنى القسم هناك، اعتقد انه ما زال على قيد الحياه. ده استاذ اساتذتي الدكتور آسر زكي من قسم الكهرباء، ده عبقري يعني بمستوى اينشتاين واكثر. آسر زكي استاذي برضه، كلهم دول في مصر يا جماعه. دول كتبهم بتدرس في العالم كله، ما تستقلوش بنفسكم. هو زمار الحي لا يطرب يعني عشان احنا مصريين نبقى واحد. هو حضرتك قلتها احنا عاملين زي حصانه السبق، مكبلين محتاجين. متكتفين. تمام. طيب ناخد من المانيا بقى استاذ ممدوح دسوقي، برضو عنده مداخله، وبعد كده عندي سؤال مهم من موضوع التبريد اللي ذكره الاستاذ ممدوح الشربيني من القاهره. استاذ ممدوح، الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ ممدوح، ويا ريت في 30 ثانيه برضو عشان وقت البرنامج. انا سمعت ان ضيفك العزيز مقيم في المانيا، وبعدين هو طبعا المفروض يكون عارف ان في المانيا بيعملوا دراسات دلوقتي لايقاف المحطات اللي بتعمل بالطاقه النوويه. وبعدين هو كان بيتكلم عن الطاقه الشمسيه، والطاقه الشمسيه المفروض في المانيا في بيوت كتير عامله الوحدات دي عندها، وفي مشروع معمول ان هو شركات الكهرباء بتشتري
الطاقه المصدره من المنازل بسعر اعلى وبيبيعوا لهم بسعر اقل. واعتقد ممكن يتكلم في النقطه دي، واعتقد بتبقى مفيده كتير قوي لمصر. اكيد. طيب هنتكلم عن نقطه اتكلم بسرعه بس. المانيا فعلا انا سمعت الموضوع ده، ان المانيا بتبتدي في مرحله قادمه انها هتبتدي تقفل المحطات النوويه وتبتدي تستخدم، ويقدروا. وحضرتك قلت ان هي مساله هنا في ناس ما تقدرش تنام الا لما تكون واكله كافيار. انا لما اكل فول وطعميه ببقى مبسوط جدا يعني. انت بتقارن في مقارنات لا تقارن. المانيا بلد غنيه جدا متقدمه جدا، وهيعملوا كده وبعدين هيغيروا، صدقني، هيعملوا طاقه نوويه. المانيا عندها عقده نفسيه كبيره جدا من الطاقه النوويه زي ما قلت لك، بسبب ان الحرب الثالثه اللي ما حصلتش كان ممكن تحصل على ارضهم. المانيا فيها حزب اسمه دي جرينن، الخضر. دول حزب قوي جدا من ناحيه الطاقه والحقيقه من الطف الناس واكثرهم ثقافه واقلهم فهم للعلم. يعني انا عمري ما اتكلمت واحد منجرين الا ما الاقيه ان هو يعني اخضر في موضوع العلم، اسما على مسمى يعني. على مسمى. ده انا بقلس عليهم، انا كان بحبهم، انا عايش في وسطهم، هم يقدروا يعملوا الحاجات دي بمنتهى الصراحه. عندهم الامكانيه. انا اؤكد لكم لما يبقى عندنا عدد الجبن اللي بياكلوها الفرنسيين، ولما يكون عندنا مستوى الدخل للعاطل عن العمل اللي بياخده الالماني، هلغي الطاقه النوويه. نتمنى ان احنا نوصل للمرحله بتاعت مستوى الدخل. دكتور نشائي، يعني نقطه مهمه قوي ذكرها استاذ ممدوح الشربيني من القاهره عن موضوع التبريد. يعني من قراءاتي البسيطه في انا يعني ماليش في موضوع الطاقه الذريه وكده، بس من قراءاتي البسيطه ان كان الموضوع ان دايما اليابان بتختار المكان القريب من المحيط لسهوله التبريد. احنا اختيارنا للضبعه كان لنفس الموضوع، انها قريبه من البحر لسهوله التبريد. حضرتك طبعا يعني انت عالم في الموضوع، فحضرتك تصلحني لو انا مخطئ في هذا. موضوع التبريد وسهوله التبريد، ولا احنا المكان مش مهم، المهم ان يبقى عندك مفاعل نووي وموضوع التبريد ده سهل؟ هناك تبريد انواع، كل حاجه صعبه وكل حاجه سهله. يعتمد على الثمن، وانت عايز تدفع ايه وعايز توفر ايه. اذا كان جنبك بحر ممكن تستخدم بعض المياه في عمليه تبريد وليكن بها، لكن هناك مفاعلات واجيال حديثه جدا من المفاعلات ما حدش لسه بحث فيها. البحث الكامل هو اربع انواع من المفاعلات لو الكاميرا لسه في دور التطوير. بعضهم، وده انا الحقيقه متحمس ليه جدا، لسه مش موجود. المفاعل ده انشطاري اندماجي. طبعا هتقول لي ده ايه؟ خليني اقول بسرعه جدا. المفاعل هو قنبله ذريه بطيئه جدا بتديني الطاقه بدل ما 10 ثواني على مده طويله جدا. او بمعنى القنبله الذريه هي مفاعل سريع جدا بيديني الطاقه كلها فجاه. نفس الحكايه بالنسبه للقنبله الهيدروجينيه. القنبله الهيدروجينيه هي مفاعل، ولكنه مفاعل اندماجي، بيحصل فيه اندماج وملهوش اي تلوث. لغايه يومنا هذا نجحنا في ان نعمل قنبله اندماجيه اللي هي القنبله الهيدروجينيه، مش الذريه اللي هي انشطاريه ولها تلوث. ولكن المفاعل الاندماجي لم نحصل عليه حتى الان على الرغم من محاولات كثيره، بعضها موجود في اوروبا بالتعاون مع اليابان. ولكن هذا المفاعل الفكره الجديده اللي انا متحمس لها وبشارك فيها ان شاء الله، يعني بيجمع بين الاثنين، واعتقد ان له مستقبل كبير. ويمكن لو تاخرنا اكتر من كده يبقى هيكون هو اتعمل واتباع وكل حاجه، واحنا لسه بنناقش الضبعه البيضه ولا الفرخه. زي بالظبط قسطنطينوبل لما دخلها الاتراك وهم عمالين يناقشوا البيضه الاول ولا الفرخه. طيب دكتور نشائي، اسمح لي معانا دكتور سيد محمد احمد على التليفون. دكتور سيد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا دكتور. والله اولا انا يعني عايز اشكركم بشده يعني على فتح الموضوع ده، وانا اسمح لي اقول لدكتور نشائي وحضرتك الموضوع ده يعني مش مهم، كلمه مهم قليله. لو احنا بنتكلم في تنميه اقتصاديه، لو احنا بنتكلم في فرص عمل، لو احنا بنتكلم في اي حاجه احنا دايما بنقول المجتمع بيسموه الكتريفيكيشن سوسايتي، يعني المجتمع الكهربي. من غير كهرباء حتى انا دايما اقول حتى لطلبتنا سعر الطماطم بيتاثر بسعر الكهرباء، سعر اي حاجه بيتاثر بسعر الكهرباء. المهم عايز اقول ايه، من على موقع الحكومه الامريكيه بنقول ان سعر الكيلو وات اور من المحطه
اولموست بيتكلم عن 26% من سعره من المحطه النوويه، من المحطه من أي محطة الحراريه. اتنين معناه ايه؟ معناه ان الرفاهيه اول خطوه في الرفاهيه ان احنا يبقى عندنا محطه نوويه. اللي انا عايز اقوله مفيش خلاف ما بين الفنيين على الاطلاق، دكتور النشاي، الاخوه في اسكندريه، كل الاخوه الفنيين على الاطلاق مفيش اختلاف على حاجه مصر الضروريه للطاقه النوويه. لكن انا الحقيقه انا مداخلتي تسمح لي اقول حاجه وتسمح لي اوجهها بالتحقيق للدكتور عصام شرف. الناس اللي في مصر دلوقتي المسؤولين عن هذا الملف الحقيقه يعني مش هم اكشولي مش انترست في الموضوع ده على الاطلاق. مش هم الاشخاص اللي مهتمين بالموضوع يعني. انا كلمت واحد فيهم، مش هقول لك مين هو، وزير الكهرباء ولا رئيس شركه القطره ولا وات ايفر، من كام سنه كنت دايما اقول يا اخوانا محطات نووي كانوا بيعتبروا ان ده يعني عيب، ان ده كلام كانك بتتكلم كلام عيب ما ينفعش تتكلم عليه. تمام. هاو كم ان ذا سيم بيبول هم اللي يمسكوا الموضوع بعد كده. دكتور سيد، وجهه نظر حضرتك وضحت، وهناخد راي دكتور نشائي في الموضوع. الحقيقه انا بدي للمداخلات كلها 10 من 10 فيهم امتياز. انا عندي لنفسي 5%. الحقيقه سعيد جدا بالفتره دي. هستغل هذا العصر من الحريه. هاجي كلامي للدكتور عصام شرف بصفتي صديقه. انا اكبر منه بكتير لكن هو صديقي واعرفه من زمان. الدكتور عصام شرف انا الحقيقه شويه بلومه لومه الاخ الكبير لاخوه اللي هو كبر عني طبعا من زمان، لان انا مجرد اي حد هو رئيس وزراء، وبكل الاحترام والتقدير والتبجيل لهذا المركز الرفيع اللي احنا سعدنا ان هو فيه. لكن اهتمامه مثلا بجامعه، هو احنا ناقصين جامعات؟ احنا عندنا 20 جامعه. هذا الاهتمام اللي اعطاه لجامعه النيل ومشاكل جامعه النيل واعطاء ال 270 فدان للدكتور زويل وكل هذه الضجه الاعلاميه وقف القوم يعني كيف ابني جامعه النيل وحدي. ايه قيمه هذا المشروع اللي احنا عندنا 500 جامعه بالمقارنه لهذا المشروع؟ يا دكتور عصام، يعني اخوك الصغير محمد النشائي صغير في المقام كبير في السن، بيرجوه ان بنفس التصميم اللي حصل في الجامعه دي اللي نزل حتى دلوقتي الاشتراك فيها يعني في على الجرايد اقتصاد، ارجوكم اعملوا بقى المحطه دي، ودي اهم من جميع المشاريع بتاعه الجامعات والحاجات دي. احنا مليانين جامعات. تمام. طيب دكتور نشائي، هاخد محمد حسن من النمسا، وبعدين انا عندي سؤال مهم بس عاوز الحق يعني اساله لو وقت البرنامج قدر يسمح. محمد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد 30 ثانيه سريعا. محمد اتفضل يا حمد. محمد يا فندم من النمسا. اتفضل يا محمد. انا يا فندم انا رايي للاسف انا رايي مخالف جدا للموضوع ده. هنا في معادله كبيره في وجود الموضوع ده بالنسبه لمخاطره والضربه يعني تطلع منه للاسف يا ريت يعني. تمام. انا هقول لحضرتك يا دكتور المحاضره اكبر من الازاز بتاعها. شكرا. حمد، الصوت ما كانش واضح، بس هو حمد يعني بيتكلم على المخاطر البيئيه اللي ممكن تكون من المفاعلات النوويه، وده احنا كنا اتكلمنا عنه وحضرتك قلت على حزب الخضر اللي موجود في المانيا. الرد هو التالي يعني الحقيقه، وده مهم جدا ان نوريها تاني بمنتهى البتاع. كل العالم ده مش خايف، كل دول عندهم طاقه نوويه، الغني والفقير، الكبير والصغير. الدنيا كلها مخاطر. انت عارف حضرتك انا قعدوا يقنعوني عشان يبقى عندي موبايل قد ايه؟ ما انا بقول لك انا فلاح مصر مش عايز موبايل، خايف منه بتاع اللي انا ماشي بيه ويطلبوا لي في كل واحد. فالحاجه الجديده دايما مخيفه، لكن صدقوني we have nothing to fear except fear itself. ده كلام ايه بتاع كندي. الحاجه الوحيده اللي لازم نخاف منها، ما عندناش حاجه نخاف منها غير الخوف. هذا الخوف. تمام. ارجوكم تاكدوا ان انا بحب البلد دي اكثر من حياتي. طيب. مش ممكن انصحكم بحاجه واحده. دكتور نشائي، يعني سريعا كده انا عندي موضوع سريع كنت عاوز اسال حضرتك فيه. هو قبل يعني قدامنا 5 دقائق قبل ما نخلص، حضرتك اتكلمت على نص ساعه. لا الوقت جري سريع. حضرتك اتكلمت عن المفاعل الانشطاري الانزيماجي والفرق ما بين القنبله النوويه او الطاقه النوويه والطاقه الهيدروجينيه، لان ده كلام كتير جدا وناس كتير
عندها التخوف البيئي ده، وخصوصا ان المفاعلات النوويه بتطلع اشعاعات، وفي اشعاعات مناسبه لان يبقى في سكان حوالين المفاعل ولا لا. عاوز اوضح النقطه دي توضيح علمي. زمان ما كناش عارفين المواضيع دي. انا كانوا بيشيلوا القنبله الذريه بايدهم. اونريكو فيرمي اللي عمل القنبله الذريه او المصمم العلمي لها، اوبنهايمر هو كان مدير المشروع بتاع لاس الاموس. انا كنت ساكن مش بعيد عن لاس الاموس، بشتغل في نيو مكسيكو. وكانوا بيمسكوها بايدهم وماتوا كلهم بالسرطان، لان ما كانوش عارفين الخطوره. الكلام ده كان 1940 يعني 60 و10 كام سنه، بقى لنا 70 سنه بنفهم. الامان النووي متقدم جدا في مصر لسبب بسيط على فكره، مش سامحين لنا نعمل اي حاجه على طول. الدكتور محمد البرادة يجي طالع لنا على طول، هو مصري كمان، وخايفين ان هو يعني بيمين لنا. الحقيقه ما كانش انا اؤكد لكم ما كانش بيمين لنا في اي حاجه. فاحنا مش عايزين نفتح. كنا بنشتغل فين؟ في الامان النووي، وازاي بالنووي نخلي الطماطم تعيش اسبوعين بدل ما تعفن بعد اسبوع، وكلام من النوع ده. فاحنا فاهمين المواضيع دي كلها. الحقيقه ليس هناك خوف من المفاعل الحديث بتاتا الا حوادث. انا الطيارات على فكره الناس بتخاف جدا لما طياره تقع، لكن حوادث الطيارات على الرغم من الزحمه في السماء اقل كتير من حوادث العربيات. هذه تخوفات وهميه، والخوف من ان احنا نعمل اسلحه نوويه كلام فارغ بيستخدم ضد مصر لتاخيرها من دوله صغيره قريبه لنا، مش عارف اسمها ايه، نسيت اسمها. لكن النقطه ان احنا مضينا معاهده عدم الانتشار، ويجوا يفتشوا زي ما هم عايزين. طيب اخيرا قبل ما نقفل الحلقه، معانا استاذ محمد حسين من سويسرا. سريعا يا استاذ محمد، وعشان الحلقه خلاص بتخلص، معلش احنا اتفضل. ماشي، شكرا. السؤال بتاعي ممكن اوجهه لسعاده الدكتور؟ طبعا اتفضل. ماشي تمام. طبعا انا يسعدني ان اشوف طبعا واحد مصري، شخصيه مصريه ممتازه زي سعاده